عزيزي المتابع، تخيل معايا إنك تصحى من النوم تلاقي نفسك في عالم تاني، عالم ما يعرفكش ولا تعرفه، لا تداري دارك. نروي لكم أحداث تلك الحكاية. ده هو هارو، شاب لبق والعالي. صحى فجأة، لقى نفسه في عالم تاني. أنا تاني؟ أنا مين؟ إيه اللي بعمله في المكان المظلم ده؟ أنا فقدت ذكرياتي برضو ولا إيه؟ أنا مش فاكر أي حاجة، أنا مش عارف أي حاجة. من غير اسمي، بس بيصرخ بعلو صوته على أمل إن حد يرد عليه أو يلحقه قبل ما يتجنن. والشباب دي فعلا بتسمعه وبترد عليه، لكنهم برضه مش عارفين حاجة، ولا عارفين هما فين بالضبط. يا حلاوة، ده شكل أصحابنا كلهم جايين من عالم تاني. وفي وقتها بياخدوا بالهم من اتنين لابسين لبس بيكلمهم. الشخص ده بيقولهم: أهلا، أهلا بالناس الغوالي في مكتبي المتواضع. أنا هو أورينجو، وأنتم ضيوفي. تم استدعائكم من. محدش هيسلفك ولا هيعملك أي حاجة، هيسيبوك تموت وتعفن لحد ما يبان لك صاحب. فخدوا بالكم كويس عشان محدش يجراله حاجة. بيمسك السكينة وبيقول له: جرى إيه؟ لا تكون فاكر إني هخاف منك ولا حاجة، أنا عايز أعرف أنا جيت هنا ليه؟ أورينجو بعد ما لقى كده كبر دماغه منه. كانت تكون ببساطة هتكون هي قتل الوحوش واصطيادها، ثم بعد ذلك بيعيها لكسب قوة اليوم. العيال رغم إنها مش فاهمة اللي قاله كويس، إلا إن الأيام دي بيطلعوا على الغابة في وسط المدينة عشان يصطادوا الجوبلin. هارو رانتا بيهجموا عليه عشان يعطلوه على مساحات جاهزة تعويذتها النارية وتقضي عليه. لكن الواحد، وبالمناسبة ده يبقى من توا قائد الفريق، والبنت اللي معاه اتودعت شهيرو. من توا بيستخدم سحر العلاج وبيهديها وبيقولها: ما تقلقيش، كان مقدرش يسبب له جرح واحد حتى. الله يكسفكم بقى، انتوا الخمسة مش قادرين تخلصوا على وحش واحد ضعيف زي ده. ده انتوا غلابة بجد. لكن بيعدي الوقت والزفت، واللي جاي يدوبك على قد اللي رايح. الواد رانت كان متضايق من الوضع ده، وبيتمنى لو كان أقوى ومعاهم فلوس زيادة عشان هو نفسه ياكل لحوم. وده اتعب يا صاحبي وفكك من اللي انت بتعمله، ده فلتنا له المطالب وبالتمني. الواد طبعا طنش كلامه، راح للست دي عشان تضربه على أساس إنه حاليا بقالهم 14 يوم في العالم ده. هارو بالفعل كان انضم للتدريب مع زعيمة اللصوص، ونتيجة لكده حصل على لقب كمختال يا ابن اللعيبة من فئة المحاربين. ودي تبقى يوم الصيادة. أما الساحرة الخجولة فهي تشير لصاحبتنا اللي احنا عارفينها. وعلى طول بيحزموا أمتعتهم، استنوا واحد فيهم يكون لوحده عشان يهزموه. بس للأسف ده ما بيحصلش، وما قدروش يصطادوا حاجة النهاردة. ومضت 3 أيام على التوالي ونفس الحال، الشكل، لأن خلاص ما عادش معاهم أي فلوس. صار ما بيعرفش ينام من شدة الجوع، وبيلاحظ اختفاء القائد من توا. على طول بيطلع يدور عليه في كل مكان. انت عايز تجلطني ولا ايه يا عم؟ انت القائد. قالوا: لا يا عم، ما تظلمنيش بكلامك، لا طول بالك وانا هفهمك كل حاجة. الواد بيهدى بالفعل، والقائد وبقوتهم البسيطة هيعرفوا يهزموها. وكمان انا جمعت منهم شوية معلومات. مش ده بس، ما تقلقش يا هارو. قالوا: حلو الكلام ده، وبيعتذر منه عشان بيطلعوا للمكان ده، وبالفعل بيلاقوا جبل قدامهم كان بيملى ميت الشباب. وقتها بتقرب منه بحذر، وهارو كان مستني الفرصة المناسبة للهجوم. وفعلا بيلاقيها جامدة. 2 بتغير مساره بالسهم ده وخلاص، ما عادش ليك مهرب يا وحش. الوحش فعلا اتحاصر. لكن وقتها هارو بيتكعبل في الشجرة دي، وبيكون أول واحد يدخل أرضه. بيستعد عشان ينهيه، لكن لحسن الحظ الواد بيقدر يفلت منه في اللحظات الأخيرة. رانتا بينضم للقتال هو كمان. ولكن انت بتعمل ايه؟ بس الله يخرب، لكنها بتخوفه حبة. القائد صرخ فيهم وقال: إياكم إياكم الوحش ده يهرب مننا، ولا هنبات من غير عشاء زي امبارح. بالظبط، العيال فعلا بيخافوا بكتير إنهم ما يهزموهوش، لكن وبعد قرار وفري بيقدروا يجرحوه. الوحش بيصوت بعلو الصوت، وعلى أمل إن حد يسمعه من زمايله. ورانتا بيحاول يقتله واحد في الفك العلوي، والموجز بيديله على دماغه. الجوبلin بيفقد الوعي من قوة الضربة، والشباب أخيرا قدروا يهزموا بعد معاناة. مانتو وقتها بيعالجها، هاجم عليه بأقصى سرعة وهوب وقعوا راكب فوقه، وفضل يطعنه بالسكينة طعنة ورا طعنة. وابن الهرمة لسه مش عايز يموت، لكن صاحبنا مكمل عليه. والحمد لله، مبلغ أي نعم قليل جدا، ولكنه على الأقل يكفي احتياجاتهم الأساسية. وبعدها بيرجعوا للبيت بحلول الليل، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكون أي وحش لوحده نهائيا، فكلهم في مجموعات أكتر من 3 أو 4، وهم حيلا بيهزموا وحش واحد بالعافية.
الوضع فعلا صعب، وده معناه إن ضعفاء زيهم مش هيقدروا يعملوا أي حاجة وهيموتوا بمجرد ما فلوسهم تخلص ومش هيلاقوا مساعدة من أي حد. يا نهار! في اتنين كتيرة هناك واحتمال يلاقوا حد هناك في رادع. العيال فعلا قعدت تدور، وبعد البحث لمدة 8 ساعات متواصلة هارو بيشوف الجوبلin ده نايم قدام فريق والقائد بيحط له الخطة والكل بيتفق عليها. ران اتقرب منه بحذر وهوبا بيطعنه وبيخلص عليه بكل سهولة. الله، ما هو الموضوع سهل أهو. أمال مش هتقعد وتفوت الساعات والعيال كل ما دام ما بيتطوروش يوم عن التاني وبيهزموا الجوبلin الواحد ورا التاني، والوضع فعلا بقى زي الفل. وفي اليوم التاني وبيكتب فيها اللي اتعلمه النهارده وهارو كان فرحان جدا، ولكن مش عارف السبب ايه. حاسس بشعور سعادة ما يتوصفش بس مش قادر يحدد ايه السبب بالظبط. بيحاول بالفعل. الوحش بيمشي في الاتجاه المطلوب ورانتا بيحاول يخلص عليه بضربة واحدة، ولكن الجوبلin ده ما كانش وحش عادي زي البقية. لا، ده العيال دي آخر انهاروا من ظهره بيغفلوا من منطقة حيوية، وقدروا بتعاونهم المثالي يهزموا أقوى جوبلin قابلوه، وقدروا كمان يحققوا أبرز النتائج. يكمل عليه العيال دي اتطورت لدرجة إن حاليا كل واحد فيهم بقى قادر يقتل جوبلin لوحده، ودي حاجة آخر حلاوة ماجز. هو كمان اتطور وبان إنه قد إيه. وبعد كده دي تكون أول عملية كبيرة يعملوها في مدة طويلة. حرفيا كانوا في قمة السعادة بالإنجاز اللي عملوه وبيقعدوا يتكلموا سوا. ما انتوا بيعرفوا كل واحد فيهم على إمكانياته ويطلع لكل واحد منهم نصيبه، ولكن دي أحلى من العصر يا صاحبي. هوبا بيلاحظ إن الجوبلin انحوطهم من كل اتجاه. يا نهار أبيض! الجوبلin بيظهروا نفسهم، واللي عمل كده هو ابن الهرمة. القناص ده بينشن عليهم 200 وبيسيب هارو سهم كمان في رجليه، والواد بيسلخ من شدة الألم. وما انتوا الواد ده وبيجري من المكان، ولكن هل ده بالإمكان؟ لا والله. الواد بيعالج هرب مهاراته العلاجية عشان يقدر يساعدهم ولا بيتك ولا أي حاجة. الجوبلin اللي اتكترت عليهم الوضع ما عادش في صالحهم بعد دلوقتي. لا، ماجيز ما كانش قادر على اللي قدامه، ومانتو كمان بسبب حالته النفسية بيديهم، عشان كده بياخدوا ديلهم في سنانهم وبيهربوا. فضلوا يجروا لحد ما أخيرا وصلوا لبر الأمان، وما كانوش قادرين عشان كده قعدوا يستريحوا في المكان ده وأصابوا إصابة حيوية وغفلوا من ظهره. آه، صدمة بكل المقاييس. ما انتوا عشان طيب وغلبان مرضاش في الموضوع لسه ما كملش يعني، وما انتوا وقع قدامه. العيال جريت عليه وحاولت تنقذه وبيسنده عشان يفعل سحر العلاج ويشفي نفسه، ولكن صدمة بكل المقاييس. الواد وقتها ما كانش مستوعب اللي حصل وبيعمله لازم هو والشباب عشان يعالجوه، وعلى طول بيطلعوا سهم. أذيكم جميعا. العيال رفضوا تصديق الحقيقة، فعلى طول بياخدوه وبيطلعوه للمعالج بتاعه وترجوه عشان يساعدهم ولا حاجة بالله عليكم. المعالج فعلا بدأ يكشف عليه وصدمهم بالحقيقة. ما انتوا خلاص مات. كل اللي عليكم دلوقتي إنكم تدفنوه وتدعوا له بالرحمة. بعد ما بدأت تضبط يحصل كده وقائدهم يموت وهو حتى لسه في ريعان شبابه. محدش مصدق اللي حصله. الكل كان في قريتهم مش قادرين يصدقوا إن صاحبهم وأخوهم وحبيب كل واحد فيهم مات وما عادوش هيشوفوه تاني. رانتا ما بيقدرش يتحمل الجو الحزين ده، وبيقول الواد كتيرة جدا بتقوله: انت ما عندكش دم يا اخي ولا ايه؟ صاحبنا لسه ميت وده كل اللي في دماغك؟ هو انت بس بتقول ايه؟ الواد فعلا اتأثر. انا ما كنتش عايز اكمل في السكة دي بعد دلوقتي، وهقعد على اي ناصية وهشتغل اي حاجة تانية غير الشغلانات المقرفة دي. فاحنا اصلا من غير ما انتوا مش هنقدر نعمل اي حاجة. كلام. ولكن الواد ده مفيش في دماغه اي حاجة. بيشدوا مع بعض هما الاتنين وصوتهم بيعلى ولفتوا انتباه الكل. ساعتها ماجز ما قدرش يمسك نفسه من خوفه. فبرضه مش هنقدر بسبب قوانين النقابة واللي بتمنعنا من المغادرة بمجرد الانضمام ليها. ولكن ايه اللي انتم بتعملوه دلوقتي ده؟ هل ده العيال فعلا بتهدى وبتقتنع بكلامه وقعدوا يتكلموا على رواقة ويشوفوا هيعملوا ايه في المستقبل القريب؟ رانتا وهارو حلوا سوء الفهم اللي بينهم وقدروا صعب عليهم، بس الحياة ما بتقفش على حد عزيزي المشاهد. عشان كده كلهم بيتفقوا انهم يجيبوا معالج جديد وموهوب زيه بالظبط، ولكن الواد عايش النهارده مع انه كان بيجي باستمرار. قالوا له: تعيش انت؟ فما انتوا للاسف ماتوا وخلاص دفناهم. الواد عمل نفسه زعلان شويه كده، ولكن هو انضم لهم بحالتهم دي. الواد قال لهم: ما تقلقوش،
سيبوا الموضوع ده عليا وأنا هجيب لكم معالج جديد. العيال قالت له تمام. وبصراحة الواد ده برد ومستفز، ده معدوم المشاعر بتعاملهم معاملة كلاب. ورانت قالها في إيه يا قبلة مالك؟ ما بالراحة ينطلق عرق ولا حاجة. ما ردتش عليه، وراحوا للغابة وقالوا لا اصبر طول بالك، اديها فرصة كمان عشان ما نحسش إننا ظلمناها ولا حاجة. والسبب إنهم مش طايقينها هو إنها غير متعاونة وكمان بتقفل. ما قدرش يمسك نفسه وصرخ من شدة الألم. وقتها بقى يا عيني بيقول ولا يوم من أيامك يا مانتو وربنا ما يحط حد مكانه. المهم بيقعدوا يتكلموا مع بعض صاحبهم وبيعبر عن حزنه الشديد على موت قائدهم وصديقه مانتو. العيال شقرته على موقفه النبيل ورانج بدون مقدمات طلع عملة ذهبية وداها لهم، لكن هارو اتعصب من الحركة دي وقام وراه ورجعها له. خدها يا أبا، احنا الحمد لله مش محتاجين منك أي حاجة، عارفين إنك قد الدنيا، ولكن الحاجات دي حاجة ليها. هو إيه اللي أنت عملته ده؟ قالوا لو مانتو كان موجود عمره ما كان هيسمح بحاجة زي دي تحصل، عشان كده أنا رفضت أخدها. بيرجع يعرف إن اللي عملته غلط وكان لازم أخد رأيكم الأول، ولكن أعمل إيه؟ ما كانش قدامنا حل تاني. لأ، فأنا ما بعتش مانتو بالرخيص زي ما انتوا فاكرين، لا والله. في موته لو كنت خدت بالك بدري شوية ما كانش زمان ده كله حصل. لو كنت راجل بحق كنت هتقدر تحمي صاحب عمرك وأخوك زي ما انت بتقول. وبيقولها أنا عارف إني اتأخرت، ولكن طبعا عمري ما كنت أتمنى إنه يموت. أنا خايف على زعلك وإلا ما كنتش جيت واتكلمت معاكي زي ده. كان شايل هم وهمنا معاه، والولاء ما كانش زمانا عايشين لحد دلوقتي، فنعمل القائد والأخ والرفيق. كنت انت يا مانتو أحسن من عدمها بكتير يعني. كلهم بيتفقوا معاها بالفعل وبيروحوا يقابلوها بوجه بشوش كله بهجة وسرور. بترد بصوت واطي عليهم، ولكن لما هربت كلامها ولكن ما باليد حيلة يومي وتشهروا حاولوا يفتحوا معاها كلام طول الطريق، ولكن البنت بس بترد على قد السؤال. بيوصلوا بالفعل على مكان الجوبل الراقية، وبالفعل بدأوا بالهجوم عليهم وموجز بيتجرح في دماغه. ميري بترفض تعالجه وبتقوله استحمل ما فيهاش حاجة. الواد بيغضب وبيطلع غضبه في الوحش بإيده. العلاج فعلا عكس رانتهارو، بالفعل بدأ يفهمها ويفهم دماغها، ولكن لما رانتا طلب منها تعالجه رفضت وقالت له روح شوف لك كلباية لو حرقته بالكلاب مش منه. ولكنه مات قالت له أنا أعملكم إيه؟ يعني الله يرحمه بقى كان راجل طيب ومحترم. هبقى أقول أنت إيه مشكلتك لو مش عايزني أكون معاكم؟ والمرة دي بياخدوا البنات معاهم بيتكلموا عن ميري قد إيه هي غريبة ومش مفهومة، وإن الوضع بقى لا يطاق. فجأة دخلت عليهم ميري ولكن ولا كأنها تعرفهم ويقتلوا الوحوش كالعادة. هارو بيلاحظ إن موجز مش واخد راحته في القتال، وده لأنه خايف لا ياخد ضربة على دماغه تجيب أجله. عشان كده بيقرر يساعده ساعدته وبيتبرع بمبلغ من المال لموجز عشان يجيب المعدات اللي هو محتاجها. البنات هما كمان عملوا كده، والواد كان محروق منهم فشخ. ايه واحد كمان من ورا كان هيغفله، لكن ميري بتلحقه بتقوله خد بالك وياك تسرح في ساحة المعركة. هارو وقتها اتذكر مانتو، حس انها فعلا شبهه ما ادتلوش وش، وشكله كان عريس صراحة بس معلينا. البنت في الوقت ده سابتهم ومشيت، ولقيت راحت الحانة عشان تسأل عن ماضيها. الواد ده واللي كان اللي حصل معاها بالظبط عايش يتكلم وعرفهم إنهم كانوا فرقة مكونة من 6 أشخاص، هو ومايري و4 تانيين. كنا أعز أصحاب وبنعمل كل حاجة، بس غيرت حياتها للأبد. أيوة ده اليوم اللي دخلوا فيه في عرين الذئاب وسوء حظهم طلع عليهم الزعيم بشحمه ولحمه. الوحش ده كان قوي جدا وما بيهزرش. ممكن نستوعب إزاي ده حصل بالظبط. أنا كمان خدت ضربة موتة في الدماغ أفقدتني الوعي، ولما فقت كان اللي حصل حصل والأوان فات على إنقاذهم. طب هو ده السبب اللي مخلي ميري كئيبة قوي كده؟ اتمنى تعذروها وتقدروا موقفها، ومع الأيام هتعرفوا قد إيه هي بنت طيبة وبتحب تساعد الناس. حصل وبيخلص الكلام بينهم على هذا الأساس، وفي اليوم التالي بيطلعوا لمهمتهم كالعادة، ولكن المرة دي هارو شاف الخنجر بتاعه في إيدها. يا عم اتحكم في أعصابك شوية، فأنت كده بتضيع كل اللي عملناه. الواد بيعتذر منها وبيقولها خلينا نمشي وراه يمكن نقدر نوصل لأي حاجة مش زعلانين منها ولا حاجة. وبيحكوا لها كمان عن مانتو إزاي كان بيتعامل معاهم وبيدعمهم حتى لو اتصابوا بخدوش بسيطة. بيقولها أنا مدرك حالتك وفرحانة. البنت اتفاجئت من طيبتهم وقررت تفتح قلبها. عرفت قد إيه هم طيبين وبيحاولوا يساعدوها. ميري بتودعهم
والشباب بيطلعوا يجيبوا خوذة المجز أكتر وأكتر. أيوة دول حاليا بيهاجموا الجوبلin في جماعات عادي وبيهزموهم بكل سهولة. كان واضح إنهم اتطوروا جامد وقدراتهم القتالية زادت عن الأول بكتير وحوش ما عدا الجوبلin الضعفاء. رانتا كان هيقوم يمسك فيهم، لكن هارو هداه قال له سيب اللي يقول ما احناش خسرانين حاجة، فهي دي الحقيقة، ما عملتش في حاجة. لا بيمضي الوقت سريعا، وهرب الفريق من كتر ما قتلوا الجوبلin. تم تلقيبهم في القرية بفريق قتلة الجوبلin الأسطوريين، وده المهارات الخاصة، وأصبحوا الآن مقاتلين أشداء لا يستهان بهم إطلاقا. بيخلصوا على الوحش اللي في إيديهم، ودلوقتي بقوا مستعدين عشان يشيلوا نجوم على مقاطع نفسه بره عشان يراقب السماء ويتأمل النجوم. بيتخيل ما انتوا قدامه وبيقوله ما تقلقش، فقد حان موعد الانتقام ممن. يا نهار أبيض، هارو دلوقتي ما بيهزرش يا جماعة. لا، لكن بيخلص اليوم على كده. وفي تاني يوم بيتجمعوا قدام قلعة ملك الجوبل. دلوقتي مش هتضايق منه ولا حاجة. قالوا له مفيش منه الكلام ده، فما انتوا صاحبنا زي ما هو صاحبك بالظبط، كلنا زعلانين عليه ولازم نرجع انتقام. بينطلقوا ناحية حسن الوحوش، واللي كانوا في الوقت ده قاعدين ولا على بالهم أي حاجة. البنت يوم ما بتلاقي الوضع من بعيد وبتنشل على رمي السهام ده، بتوقعوا زميله بيحصل اللي قبله، بيقتلوا أي حد يقف في طريقهم بضربة واحدة بس. بعدها بيكملوا للطبق العلو، وقدامهم كان العملاق اللي منع هروبهم المرة اللي فاتت، زي ما يكون شك الدبوس بالنسبة للحجم ده. بيطلع السهم بكل سهولة وبيقولهم تعالولي. بيدخل عليهم بكل قوته، والشباب مش عارفين يعملوا معاه أي حاجة. حجمه بسحر الظلام بيدوخوا موغز خلاص كان هينهيه، بس زمايله بيوقفوه من تاني. أهادي شكلها مش هتكون مواجهة سهلة، لا عصبتها. وموجز مش بيقدر على العجل اللي في إيده، وهجمات تشيله مش مقصرة فيه. وبوم بياخد واحد بتجيبه على الأرض. ميري بتقدم له العلاج والسحر، بتسعى في البداية، والكل بيدخلوا على غرفة الزعيم واللي كان بيطلع في الروح. من الأساس بيقتلوه، ولكن الحرب ما خلصتش. لا، ففي اللحظة اللي رخوا فيها دي بيطلع يجري عليه بجنوده، والوحش مش عارف يصيبه. لا، بيقرب منه لحد ما بتكون المسافة بينهم صفر، وهوبا الوحش بيغير سلاحه، بيطلع خنجر. هارو القديم الواد اللي بيقلبه بيمسكه من رقبته وبيضغط عليها جامد، والواد خلاص كان فقد الأمل واستسلم للأمر الواقع. عارف إنها خلاص النهاية، كان متأسف يقوم في بالعوم وبتخلص عليه يا بنت اللعيبة. وبعدها بتيجي تطمن على هارو وتشوف جراله إيه. الواد بيقولها أنا كويس ومفيش أي حاجة، وبكده على كده. وتاني يوم بيكون إجازة رسمية. أيوة يا أبا، مفيش أحسن من راحة بعد تعب وفرهدة امبارح دي. بس في مشكلة بسيطة، العيال مش عارفين يطلعوا يتكلموا معاها ويقعدوا قعدة لذيذة شوية. وبالليل بيتجمعوا كلهم في الحانة ده عشان يشوفوا هيعملوا إيه بعد ما هزموا كل الجوبلن الموجودة في المدينة. نروح تاني، ما عنديش مشكلة. قالت له لا خلينا نروح، يمكن أقدر أنسى اللي حصل ولا حاجة، يمكن أقدر أنتقم لأصحابي اللي ماتوا. وبعدها مضايقها عشان يخفف عنها ولا حاجة، وكان عايز يخفف عنها من اللي هي شايلاه. لكن البنت قعدت على الأرض وطلبت منه يسيبها لوحدها. لكنه لما فقدت أصحابي هناك جات لي حالة هستيرية، وأي حد بيسكر اسم المكان ده قدامي بفتكر اللي حصل وما بقدرش أمسك نفسي، ويمكن أعمل تصرفات مش طبيعية. أنا معاكي، مش عايزك تخافي ولا تقلقي من حاجة ده، وعدي مني إنها قاتل عشانك وأحميكي مهما كلف الثمن. البنت فعلا هديت من كيلين عشان يتعلم أسلوب اغتيال جديد استعدادا لمواجهة الذئاب المدربة. فعلا وافقت تتعلمه، والواد كان في قمة السعادة والتعادل. يا حلاوة، هي شكلها هتولع ولا إيه؟ هارو بيقولهم إن المنجم ده في السابق كان تحت سيطرة البشر، ولكن في يوم من الأيام هجمت مجموعة هي بصورة مش طبيعية، ومن وقتها ولحد الدقيقة اللي بكلمكم فيها دي المنجم مسيطر عليه من قبل جامعة الذئاب. عشان كده لازم نتفادى على قدر المستطاع مواجهة الزعيم أو أحد أتباعه، فأكيد هيكون قوته مش عادية. العيال بيقولوا له تمام واستنوا ويعدي الوقت. والعيال راحوا هناك واشتبكوا معاهم بالفعل. الذئاب كانت أقوى من الجوبلن ب4 مرات، وأصحابنا للوهلة الأولى حسوا إنها بيخلصوا عليهم بسهولة. وتلاتة، والدنيا بدأت تضبط. ميري بتقولهم دول أضعف جنود عشيرة الذئاب، وكل ما انتعمق في الطوابق للأسفل نحو الأسفل بينزلوا للطبق التاني. والمعركة بدأت بالفعل. شهرة بتستخدم مهاراتها الجديدة وبتأيدوا الذئبين دول في الأرض وبتحاصرهم في المكان عشان يرتاحوا شوية. وفعلا بيرجعوا على المدينة
وبيقدروا يتكلموا مع رانت عشان يتناقشوا معاه خطة العمل الجماعي. فالواد زي ما انتوا شفتوا الصبح ما كانش بيسمع كلام حد ده، لأ بالعكس، كلنا معاك وقت ما تحتاجنا هتلاقينا جنبك، فأتمنى إنك ما تضغطش على نفسك وتحكي لي لو في حاجة مضايقاك. الواد طنش كلام وما كانش عارف يتصرف ازاي. وقتها بيعدي الوقت، وتاني يوم الصبح بينزلوا للطبق التالت في مانجا سيرين، والذئاب هناك كانت أقوى من الأول بمراحل، بس ما طلعوش. بدأوا مستنيين الفرصة المناسبة عشان ينقضوا على قطيع الذئب ويقتلوهم. لكن فجأة صوت أجراس مخفية في المكان، وحش كبير بيوصل. هو ده نفس الوحش يا جماعة، هو ده اللي قتل جميع فرقتها. هارو بيحاول يهديها، ولكن البنت مش سامعة أي حاجة. الوحش بيشم منها الخوف، وكان بيحاول يهديها لحد كده. ده كان بينا وبين المتلاحظات بسيطة. المشهد ده كمان حفز ذكريات ميري الكاملة، وافتكرت ذكرياتها مع الفريق وإنهم كانوا أكتر. لكن حصل اللي حصل وقبل الوحش ده، وفقدوا حياتهم جميعا، وصاحبتنا هي الوحيدة اللي نجت بأعجوبة. طاروا بيفوقها وبياخدها وبيمشوا من المكان، وبيقولوا إن المكان ده آمن ومفيش أي ذئب بيجي لهنا، فهو ده المكان اللي أنا استخبيت فيه قبل كده. بعدها بيقعدوا يستريحوا، وفجأة يا عيني على المفاجأة، عارفوا ساعتها إن ده اللي كان هيحصل لمانينتو صديقهم لو سابوه من غير دفن. ميري بتقرب منهم، وكان في عينيها كمية حزن تكفي عوالم. ساحرة بتظهر وبتهاجمها بقدراتها النارية، والبنت على آخر لحظة بتتفاداها. هارو باقي الفريق بيهرعوا لمساعدتها، ولكنها بترفض. فهي طول الفترة اللي فاتت وانفردت بالسحرة والتي تدعم سومي، ودي هي أختها اللي كانت بتعتني بيها أول ما جم لهنا. البنت بتحاول تتكلم معاها، ولكنها كانت بخير. بكل ثقة بتستخدم مهارة فك اللعنات اللي اتعلمتها جديد، وبتقدر فعلا تخلص البنت من معاناتها. السحرة بترجع لشكلها الطبيعي لحظة الضربات من هنا، والوضع مولع على الآخر. فهي دي نتيجة قتال اتنين من أبرز المقتلين. هارو بيلاحظ إن خصمه قدر يتكيف مع ضرباته، وغير زوايا الهجوم تودعه للمرة الأخيرة، والدموع في عينيها ما فاضلش. بس غير الإملاء اللي ماجزي بيحاربه هو ويومي، وكان واضح إنه محارب جامد جدا ومتعلم أساليب قديمة. التلات وحوش. بعدها البنت بتنهمر في البكاء ساعتها، والشباب بيحاولوا يهدوها، ووهرو بيمدلها إيده بيقولها ما تقلقيش، فاحنا معاكي، ومش هنسيبك على واجب هو فيه إيه، إحنا ما عملناش حاجة. وبيقعدوا على جنب يتكلموا شوية، ولكن فجأة وبدون سابق إنذار يلاقوا اللي كاسر عليهم يا نهار أبيض، وها قد بدأنا. وبدون مقدمات بينقض على هارو الواد، رغم سرعته ما قدرش يفيده بدون أضرار. إيده بتتكسر هتباع وخلاص، كلها 5 دقايق، بس 5 دقايق بس وكلهم هيحضروا هنا. الذئب القريبة بتلبي النداء سريعا، وبتحصل العيال من كل الجهات، وماجزي مرة، وهارو والبنات بينطلقوا الناحية التانية. كانوا خلاص هيهربوا، بس الوحش بيكسر الجدار وهارو بيقع من عليه. ولكن فجأة بيلاقي إيد بتمدله. رانتا يا جماعة كل الأعلى بالفعل، والوحش اتجنن على الآخر، بيشيل العجلة الحديد ديت من على الأرض وبيحدفها عليهم، والجسر بيتدمر بيهم، ورانتا هو اللي بيقع المرة دي. هارو حاول يلحقه عشان ما يموتوش هما الاتنين، بيسمع كلامه فعلا وبيقول له إياك تموت ولا هفشخك يالا، ويسيبه ويمشي. بيطلع للسطح بنجاح، بس افتكر إنه هيسيب ما كانتش موافقة، لكن دليته على مكان أحد الأنفاق. هارو كان عايز يروح لوحده، لكن الرجالة بتقوله إحنا معاك، ومش هنسيبك. فرانتا صاحبنا برضه مش كده ولا إيه، دون عن البقية. الذئاب بتهاجمه، والواد بيعافر عشان يعيش، ويوفر لهم شوية وقت بيحدفهم بالطوب، ويجري يستخبى في المزرعة جنب بطنه بتخلص عليه. الذئب التاني هو كمان بيشوفه وبينادي على زمايله، وخلاص كده شكلها النهاية. الواد بيطلع يجري منهم وبيحبس نفسه في الكوخ ده، وكان مش قادر بأكبر قدر، ولكنه مش قادر لأ، عظمه متكسر وجسمه بينزف من كل مكان، وخلاص شكلها النهاية. لكن تفتكر إنه هيموت؟ لأ، لأ، بتفجر المكان بالذئاب دي وبيقدروا فعلا يهربوا. اختفوا من قدامه وبيقعدوا في الكهف ده، وميرا بتكمل علاجهم، وكانوا خلاص ماشيين. لكن هو دخل الحمام اللي هيكون شك الدبوس بالنسبة للحجم ده. الفريق كله جاب آخره، وما عادوش قادرين يعملوا أي حاجة. وساعتها قرر هالو بصفة القائد يهجم عليه ويضحي بنفسه. عايزة تنزل وراه، لكن خلاص فات الأوان. ظهره في الوقت ده كان خلاص هيستسلم، بس بيسمع رانتو وهو بيندو عليه بيقوله إياك يا صاحبي. وجسمه اشتعل من الغضب، وهو بيفعل مهارة جديدة، مهارة
بتخليه يشوف نقاط ضعف الوحوش الحيوية وبيعرف تحركاتهم الجاية وحاول يهرب منه للنجاة، لكن هارو هيعمل الواجب معاه. أيوه، ده بيخبط سيفه واحد بيكسره وبيرشقه في بطنه، بيخلص عليه زعيم المغارة. على طول بيلبس هدومه وبيطلع لبره، وما كانش فاكر إيه اللي حصل وقتها. بيسأل رانت عن الذئب الأسطوري وإيه اللي حصله. قالوا هو أنت مش فاكر ولا إيه؟ العيال وقتها بتضحك وكانت في قمة السعادة وجمال جمال والله. وبس كده يا صديقي، من هنا بينتهي الأنمي بتاعنا. اتمنى إنه يكون قدر يجرحه